ألف مبروك يا أستاذ مجدي، كسبت مع فوازير الريان الرمضانية جايزة 1000 جنيه. ألف مبروك. لو سمحت. ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ربنا قدرك على الصيام بفضل الله تعالى. لا أنا فاطر. مريض حضرتك ألف سلامة. أنا مسيحي. اللهم صل على النبي. ده رمضان، أهو ده رمضان الذي يجمع في طياته كل من المسلم والمسيحي في كل بقاع الأرض. سبحان الله. والجايزة من النهاردة إن شاء الله بأمر الله تعالى بدل ما هي 1000 جنيه هتبقى 2000 جنيه علشان نرد على كل الألسنة اللي بتلت وتعجن في مسألة المسلم والمسيحي. أقسم بالله العظيم أن ما حدث الآن حدث صدفة ليس بترتيب مسبق، وأتمنى ألا يتصور أحد أننا قد رتبنا أي شيء، لكن هنقول إيه؟ هذا هو النسيج المصري الواحد الذي يجمعنا مهما تفرقت بنا الأماكن. اتفضل. صايع قوي الحاج أحمد ده. أنت عارف هو بيقول كده ليه؟ عشان الإخوة والمشايخ ما غضبوش عليه. أنا اللي فارسني ال1000 جنيه اللي بقوا 2000 دول، زي ما يكونوا بيلاقوا الفلوس في الشارع. ما هي دي فلوس الموضعين اللي مش تعبانين فيها، جات لهم وفي حجرهم وبيعزقوا براحتهم. أنا مش فاهمة الحكومة سايباهم كده ليه؟ علشان هم شارين الحكومة وشارين الصحافة وشارين أولي الأمر. أنت عارفة أنا قدمت أكتر من 10 موضوعات عنهم، إن حد ينشر لي سطر واحد أبدا انسي، ويا ريت حد يقول لي ما تكتبش تحقيقات، ما تعملش حاجة أبدا، كله بيتركن في الإدراج. أنت عارف ممكن تاخد التحقيقات دي وتوديها فين؟ فين؟ أنت تطلع بيها للأستاذ عادل من غير أي وسيط، صدقني لو قراها عجبته لا هينشرها على طول، ده ما بيعملش حساب لحاجة غير للمهنة وبس. أنت على كده بقى عايزانا أتعدى على الأستاذ زكي؟ طز في الأستاذ زكي. خد ادي اخرة الفوازير وفشخرة الكدابة بتاعتك. يا حاج الفوازير مش فشخرة والله، ولا عملناها عشان الفشخرة، لا إله إلا الله. طب أنت عارف الفوازير دي دخلت لنا كام مودع في رمضان؟ قد إيه تقريبا يا حبش؟ 32,000 مودع، يعني إجمالي ودايع عدى ال 200 مليون جنيه. لا بس الكلام اللي منشور ده يخوف. هم ابتدوا بقى يتكلموا من الفوازير والبعزقه، وبعد كده دخلك في العقود اللي احنا ماضيينها مع المودعين، بيقول لك مش قانونيه. احنا فتحنا على نفسنا باب من ابواب جهنم، ويا عالم هنقفله ازاي؟ مين يسري فرج؟ الدكتور بيسألنا مين يسري فرج. صحفي من اللي انت حاططهم في جيبك، مش انت بتقول كده؟ انا خوفي من الكلام على العقود ده هيهايج علينا الضرايب وقانون الشركات، يعني ربنا يستر. في الحقيقة يا حاج أنا قريت الموضوع كله ومش شايف فيه مشكلة. المشكلة جاية منين بالظبط؟ المشكلة في المودعين، هيهيجوا علينا وهيبدأوا يسألوا الفلوس رايحة فين وجاية منين، والحكومة هتقول لك حق الناس وحقنا، ده غير هيئة سوق المال والأموال العامة، وفين يوجعك. يعني كل اللي خايفين منه هيحصل، والبركة فيك يا أحمد وفي فوازيرك. لا يا حاج، لا. السبب الحقيقي ورا اللي بيحصل ده إننا كبرنا قوي، وهم ابتدوا يخافوا، ولذلك ابتدوا ينخربوا ورانا في كل حتة. وموضوع الفوائد بتاع البنوك ده كان أول الطريق زي ما أنا قلت لكم بالظبط. ويخافوا مننا ليه يا دكتور أحمد؟ يخافوا مننا ليه؟ إحنا مالنا ومالهم؟ إحنا مالناش في السياسة، والناس مبسوطة معانا 24 قرار. احمد بيتكلم صح يا حبيبي، احنا كبرنا قوي وكبرنا زياده عن اللزوم كمان، بقينا عاملين زي الديناصور اللي الناس لازم تخاف منه حتى لو ما عملهمش حاجه. خلاص يا ولاد، احنا نقفلها وندي الفلوس للحكومة تصرف علينا وعلى الناس وعلى الفوازير وعلى البلد. لا يا حاج، لا مش هنعمل كده. اهدى انت بس وانا هعمل رد افند فيه كل اللي جه في المقاله دي، ما تقلقش خالص. ونخلي الاستاذ وحيد ثعلب يعمل لنا اي تصور قانوني نسد بيه اي ثغره ناويين يفتحوها. الخوف بقى اللي يفصلوا لنا قانون على مقاسنا، لا ينفع لا معاه ثعلب ولا دي، وساعتها بقى يبقى عليه العوض ومنه العوض. يا أستاذ ثعلب، اللي بيني وبين فتحي مش طلاق ولوازم وبس، ده في شراكة وفي حاجات كتير قوي لازم تتفض. وهي الحاجات دي ما تتفضش بعيد عن المحاكم. هرد عليك الرد اللي سي فتحي نفسه معلمهوني، ما تدخلش زيت في عبيد، وكل حاجة اتعملت عشان حاجة، وظن ان المحاكم اتعملت مخصوص عشان فض الخلافات. ده في حالة ان كل الابواب اللي بينك وبين الخصم مقفولة بالضب والمفتاح وحياتك. ما تنسيش يا هانم ان المحاكم حبالها طويلة، وانا حبالي اطول، وانا لسه صغيرة وفي عز شبابي. الدور والباقي على اللي يعني ما عندوش حاجة واحدة بتقول انه لسه عايش على وش الدنيا، ودماغه من كتر البرشام اتلحست. ايا كان كلامك يا هانم على عيني وعلى راسي،
بس انا مش شايف غير حل واحد بس. على فكره الحل ده مش لمصلحه فتحي وبس، لا لمصلحتك انت كمان. والله لو هتقول حاجة فيها مصلحة ليا قولها. المواجهه. أنا وفتحي ما يلزمنيش. وما يلزمكيش ليه؟ انا عارف ان انت ست شاطره وبتعملي حساب لكل خطوه تخطيها. انا لما قررت افكر بدماغك انت ما لقيتش غير الحل ده، المواجهه. أنا أفكر كده؟ ما تفكريش كده ليه؟ هو انا مش محامي الخصم، لكن بفكر في مكاسبك انت. مش فاهمة. تقدري تقولي لي ايه المكاسب اللي هتعود عليه من الحل الودي؟ ما يتفضحش في المحاكم، حساباته تتكشف والجرايد تكمل عليه. كل الكلام ده ما يفرقش مع فتحي. فتحي مش فارق معاه غير حاجه واحده بس، انت يا بدريه هانم. صدقيني هو ده اللي انا حسيته. الإحساس مش هيغير أي حاجة، وبرضه هعمل اللي في دماغي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا. كلنا كده يا أستاذ وحيد. اهدي يا بدريه هانم، خلينا نتفاهم. طب ردي السلام بتاع ربنا. أيوه، حطيت دماغك اللي توزن بلد على دماغه المتكلفة واتفقتوا انتوا الاتنين عليا. أنا ماشية. استني يا بدرية، أنا عايزك. الو، ايوه، مين؟ الحاج احمد الريان؟ ايوه يا فندم موجود، ثانيه واحده. ايوه يا حاج احمد، ازاي حضرتك؟ انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا بعمل شغل يا حاج احمد. والله انا ما بروحش المكتب حد، لو حضرتك عايز تشرفني في المكتب اهلا بيك. من حقك تكتب رد يا حاج احمد، ومن حقك كمان تبعته لرئيس التحرير. انت عارفه ان انا لا بيهمني لا بوليس ولا محاكم. ياه، ده انت جامد قوي بقى على كده. طول عمري يا بدريه الا معاكي. يا عيني، معلش، انا بقى ست غلبانه ومسكينه ومكسوره الجناح ومش هقدر عليك لوحدي، فقلت اروح المحاكم عشان يبقوا سندي وظهري. الفضيحه مش هتطولني لوحدي، هتطول عيالك كمان. ما هم عيالك زي ما هم عيالي. يعني بدل ما يورثونا انا وانتي ويورثوا سيره حلوه، يورثوا فضايح وسيره زي الزفت. والنبي يا اخويا روح اضحك بالكلام ده على واحده غيري. يعني هو ده اللي مضايق؟ واحده تانية مش ضايقك انك ما حفظتيش عليا ولا صنتنيش؟ بلا صمت بلا حفظت. انت الظاهر مخك اضيق ونسيت مين هي بدريه. انا يا حبيبي ما فيش ست في مصر تهز شعره من شعر راسي، وبما ان الكلام دخل في الخيابه يبقى قلته احسن. استنى يا بدريه، انا ما خلصتش كلامي يا عادي. وهو كلامك ده يا عينيا طالب معاه صوت عالي؟ بدريه، يا نعم. عاوز ايه؟ امريني. انا مش عاوزه حاجه يا حبيبي، مش انا اللي جبت المحامي وخليته يلف ويدور عليا، ومش انا اللي طالبه القعده دي. يعني انت اللي عاوز مش انا اللي عاوزه. انا عايز نرجع لبعض. قلت ايه؟ هقول ايه؟ عايزني اقول ايه؟ اللي انت عايزاه يا بدريه، اطلبي اي حاجه حتى لو عينيا. اللي انت بتقوله ده يا فتحي بعيد عن دقنك. بدريه، انا بحبك. طب ما انا عارفه. تقومي تعملي فيها كده؟ وهو انا لسه عملت حاجه؟ اعملي اللي انت عايزاه، اطلبي اي حاجه يا بدريه وانا تحت امرك. انا مش عاوزه منك حاجه يا فتحي غير حقي، وحقي ده مالكش مكان فيه. مش طايقاك، مش عاوزاك. بس انا عايز. وانا مش عاوزاك يا اخي. الله، اقولها لك بالصوت الحياني. وبعدين في ايه؟ مش يمكن اكون على ذمه واحد تاني؟ لا، انا عارف ان انت مش على ذمه حد تاني. يا اخي سيبني في حالي بقى. انت ما بتسمعش ولا ما بتفهمش؟ بحبك يا بدري. والله ما عايز. ايه ده يا فتحي؟ بقول لك ايه ده يا فتحي؟ خليكي في حالك. ما هو طول ما انت جوزي يبقى حالك هو حالي. ماشي. مين انتي؟ ودخلتي هنا ازاي؟ بس يا بت، ما تقول لها يا فتحي انا بقى مين؟ بدريه مراتي، ام عيالي. عاوزني يا فتحي؟ عايزك قوي. طلق البت دي. انت طالق بالتلاتة.
انت طالق بالتلاتة. بتحبني يا فتحي؟ بعشقك. يبقى ترمي البت دي بره باللي عليها. ارمي مين بره؟ انت بره. ايه يا فتحي؟ بره. انت اتجننت يا فتحي ولا ايه؟ بره. اتجننت؟ انت مش فاهم ايه؟ يا مجنون! نورت بيدك يا بدارة. انا مش فاهمه، يعني انت مسافر بعد بكره واخد شنطتك من دلوقتي ليه؟ علشان ان شاء الله طالع على اسكندريه الاول، عندي شويه شغل وبعد كده اطلع على المطار على اليونان، ما فيهاش حاجه يعني. طب ما تيجي هنا وتطلع على المطار من هنا، هي الساعه دي اللي هتفرق معاك يعني؟ والله يا حبيبتي هتفرق ان شاء الله، انا مش ضامن ظروفي يابا. والله يا ابني انا شايف ان سفريه اليونان دي ملهاش اي لازمه خالص دلوقتي. ما ينفعش تبقى انت وفتحي اخوك مش موجودين في نفس الوقت. يابا انا لازم حتما ولا بد اسافر علشان ادور على ابني ضنايا، عايز اشوفه يابا. الدور والبيعة الكبير اللي راح يعمل لي شهر عسل من اول وجديد مع ست بدريه. يابا اللي لازم ما يسافرش فعلا هو فتحي مش انا كام مره اجلت السفريه، لا قسما بالله ما هعرف اجلها تاني لو اتطبقت السما على الارض. يا باي على تحكيم الراي، خلاص انتوا احرار، اعملوا اللي انتوا عايزينه. انا من هنا ورايح مش هتدخل بينكم في اي حاجه تاني. لا يا حاج، انت لازم تتدخل عشان احمد شايل من اخوه الحاج فتحي، وانا بقولها لك قدامه اهو عشان هو عمره ما هيقول. بقول لك ايه، انا لا شايل ولا حاطط، الله يبارك لك. انا خلاص يابا فتحي ده ماليش دعوه بيه. ايه مالكش دعوه بيه يعني ايه؟ جرى ايه يا احمد؟ ده اخوك وانتوا في الاخر لبعض. لا هو في الاخر لبدريه يابا، صدقني والله انا ما بقولش الكلام من عندي. دي مجرجره وسحباه وراها ولا قدامها في كل حته، ده هيجيبنا كلنا الارض والله، لا هيركبها فوقنا وهتشوف. خلاص اهدى بس كده يا دكتور، انا منبه عليه ومتفق معاه، وربنا ما يجيبش حاجه وحشه. انت رايح اسكندريه على طول دلوقتي؟ لا يابا انا ان شاء الله هتكل دلوقتي على طول على المكتب وبعد كده هسافر، عندي شويه شغل. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. طب وناوي تقعد قد ايه في اليونان بقى ان شاء الله؟ ربنا يسهل، مش عارف يا سميح، ادعي لي بس ربنا يعطرني فيهم. بس اوعى ترجع لي بيها في ايدك يا احمد، انت ترجع ببنتك ولا ابنك وانا احطهم لك في عناية، انما لو رجعت بيها والله ما هسكت يا احمد، وهتبقى مشكله كبيره ومش هيحصل. طيب يوه ما تقطعيش بس يا سميحه، ملوش لازمه الكلام الفاضي ده، ادعي له ان ربنا يجيبه بالسلامه. بدعي له والله بدعي له يا حاج، بس انا حاسه انه متغير اليومين دول ومش عاجبني، وعلى طول مسافر. على طول مسافر بعمل ايه يعني؟ ما انا بشتغل يا سميحه ولا انا بلعب؟ الله اعلم بتشتغل ولا بتلعب. ايوه هلوله. لا انا ساعه ساعتين بس اخلص حاجات في المكتب كده واكون عندك على طول. لا انت اجازه بقى، عايزين نتفسح ونهيص. ساعه بالكتير وابقى ملك ايديك اما اجي اقول لك ايه. طيب في ايه؟ خلص التليفون ده احمد وخليك معايا. خلصته في ايه مالك؟ مجله ميدل ايست ماني كاتبه صفحه كامله بتقول ان شركات الريان خسرت 100 مليون دولار في المضاربه في الذهب، والخبر اتوزع واتنشر في كل الملوك وكل الجرايد. ايوه ماشي، بس عرفت الكلام ده منين؟ يا اخي زكي توفيق الصحفي كلمني وقال لي، والخبر نازل في الجورنال عندهم بكره، وكلمت جميله واكدت لي الموضوع ده، قالت لي ان المضاربه حصلت عن طريق بنك مورجان جارانتي. بجد فعلا يا دكتور الكلام ده حصل؟ ايوه حصل. بس ازاي البنك يطلع معلومات بالسريه والخطوره دي؟ احنا طول عمرنا بنكسب وبنخسر ومحدش يعرف عننا حاجه. محمد احنا لازم نوقف نشر الموضوع ده باي ثمن. تفتكر انا ما حاولتش يا احمد؟ ما انا حاولت وما نفعش. دي تعليمات يا دكتور وجايه من فوق قوي كمان. الصفحه اتوزعت في كل مكان، مش هنعرف نلحق عليها. انا قلت لكم ان في اللي بينخرب ورانا وانتوا ما صدقتونيش. كده كل المدعين هيقلبوا علينا الدنيا، ومش بعيد بكره الصبح تلاقيهم في الشركه هنا يكسروها على دماغنا. حاج فتحي فين؟ كلمته كان رايح على مرسى مطروح، قلت له لف وارجع حالا. بص يا حبشي، لم لي كل السيوله اللي ممكن تلمها، ومفيش قرش يطلع لمودع الا باذن مننا شخصيا. ان شاء الله كل اللي انت عاوزينه هنعمله لكم. ده شقى عمري انا هتقيل عليك. اضحك فلوسنا. العب يا قمر. يا لسه يا قمر خد لي الزم حدودك. احنا ليس لنا علاقه بالقمار. اتقوا الله. ان شاء الله كل اللي انت عاوزينه هنعمله لكم. فلوس يعني.
عايزين كلمه انا بعت شبكه بنتي وحطيت فلوسها عندكم عشان اجهزها، وخطيبها فسخ الخطوبه، مش عارفه اعمل ايه. اديت الشبكه اسمعي، فلوسك هتوصلك وكل واحد فيكم فلوسه هتوصله. احنا لا نصابين ولا حراميه. ان شاء الله باذن الله طلباتكم مع الحكام دلوقتي، وان شاء الله هينفذوا كل طلباتكم وزياده. لا، مفيش حد هياخد مليم واحد، واللي عايز ياخد ملوش غير الارباح بس وفي ميعاد. ما حدش له يدري عنه. ما ينفعش يا حاج فتحي، ما ينفعش. لازم نرجع للناس فلوسها والا هتفقد الثقه فينا. نرجع للناس فلوسها ازاي يا احمد؟ الله، احنا ما عندناش سيوله كافيه تغطي فلوس الناس دي كلها مره واحده. خلاص، اللي عايز فلوسه نديها له، بس نقسطها. ايوه نقسطها على 4 دفعات او حتى 5، ونخصم منها كل الارباح كمان، وهو ده العدل. العدل ازاي يابا؟ لا مش عدل خالص، احنا كده بنضحك على الناس، احنا مش كده يابا. لا احنا نرجع للناس فلوسها. على فكره اللي بره دول شويه قليلين قوي من نسبه المودعين، لو رجعنا لهم الفلوس بالارباح كمان صدقوني ساعتها هيرجعوا فلوسهم تاني، او اللي بره هيثقوا فينا. يا ابني الناس لو خدت فلوسها دلوقتي هتفتكر ان احنا عاينين فلوس تحت البلاط. لازم يفهموا ان فلوسهم في السوق شغال، وعشان ترجع محتاجه وقت كتير. ماشي ماشي، يبقى نديهم ميعاد. بص بقى، الناس اللي بره دي عايزه عقاد نافع يا حاج فتحي، والا هيكسروا علينا الشركه. احمد برضه عنده حق يا حاج فتحي، ما الناس دي دافعه الفلوس من عرقها وشقاها، ده دم قلبهم، واحنا مش حمل دعوه مظلوم ولا محتاج. خلاص نديهم ميعاد بعد شهر شهرين. كتير قوي شهر. خلاص يبقى اسبوعين كفايه قوي. وبلاش يابا موضوع نقسم الارباح اللي خدوها قبل كده دي، بقيه المدعين لو عرفوا هتبقى طبلت فوق دماغنا كلنا. ما تخافش، احنا عقود بتاعتنا ما تخرش الميه. احنا عندنا بند ان احنا ممكن ما نرجع لهمش الفلوس كمان. الموضوع مش موضوع عقود يا حاج فتحي، الموضوع موضوع ثقه بيننا وبين الناس. الثقه هي اللي خلتهم يدونا الفلوس، والثقه هي اللي هتخليهم ياخدوا برضه الفلوس. الثقه عايزين نحافظ عليها. ابوس ايدك، مش ممكن احنا نفضل نكسب ونخسر الناس او نرجع لهم فلوس ناقصه يابا. انا هطلع اكلم الناس وهديهم وهاجي. لا استنى انت يا حاج فتحي، خلي احمد اخوك اطلع انت يا احمد. وانا ما اطلعش ليه؟ انا رئيس مجلس اداره المجموعه. امال على راسنا من فوق يا حاج فتحي، بس اصلا انا عايزك في كلمتين مهمين كده. اطلع انت يا احمد. لا بشرط واحد. اشرط يا حاج فتحي. الكلام اللي هقوله لك تقوله بالظبط. السلام عليكم ورحمه الله. اوعى يكون جايين تسكتونا بكلمتين. لحظة يا جماعة لو سمحتوا لي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا النبي الأمي محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. دلوقتي يا إخواني أهلا بيكم في شركتنا، شركتكم، المكان اللي ائتمنتموني فيه على فلوسكم، والحمد لله رب العالمين باستثمارها والشغل فيها والعمل عليها كبر الصرح وكبرنا كلنا معاه. دلوقتي يا اخواني انا في الحقيقه بيني وبينكم عقود. العقود دي لو قريتوها بتفحص ومن غير انفعال وانتباه لوسائل الاعلام، لو قريت العقود دي هتلاقوا فيها بنود بتقول طول ما انا بكسب حضراتكم بتكسبوا، لو انا بخسر حضراتكم بتخسروا. يا جماعه لو سمحتوا لي، لا ده مش بس كده بقى،
ده في بند كمان بيقول ان انا ممكن يا ارد الفلوس يا ما اردش الفلوس اصلا، بس انا ماليش لا دعوه بالعقود في الحقيقه. انا راجل بتقي الله سبحانه وتعالى في كل مودع من المودعين اللي عندي، وفي كل قرش بيدخل الشركه. علشان كده ان شاء الله بامر الله تعالى الناس اللي عايزه تاخد فلوسها مش بس هتاخد فلوسها، لا وهتاخد ارباحها كمان. والناس اللي هيقدرها ربنا على الصبر، ما هو ربنا لما يبتلينا يا جماعه بيعمل فينا قيم، فابتلانا هنا ليعمل فينا قيمه الصبر. فمن سيصبر ان شاء الله يكون جزاؤه بامر الله ان احنا هنزود الارباح 2% للي هيقرر يقعد. ايوه ان شاء الله، وده قرار. طب اللي هيقرر يمشي حقه يتفضل بفلوسه بارباحه، ولكن قسما بالله، ولن اعيد هذا القسم مره اخرى، اذا ساء علي طوب الارض لا هو هيدخل الشركة مرة تانية ولا فلوسه هتدخل من هذا الباب. هذا الباب الذي كبرت ونضجت فيه أموالكم، باب الريان، باب الجنة. وبالعربي الفصيح كده يا جماعة أنا هعمل قائمتين، قائمة سوداء تسود فيه وجوه من أخذوا فلوسهم ونقودهم بل وأرباحهم أيضا، وقائمة بيضاء لمن يريد. هسيبكم نص ساعة تفكروا وتاخدوا وقتكم وتاخدوا راحتكم خالص، وأنا تحت أمركم وهنفذ في الحال اللي تقولوا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد اذنك 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 بعد اذنكم بعد اذنكم اتفضل يا حاج. عفارم عليك يا واد يا احمد، ابن ابوك صحيح. شفت يا حاج فتحي؟ اشت عليك يا حاج فتحي. يموت الزمار وصوابعه بتلعب يا احمد. يا سبحان الله، الناس واقفه مش عارفه تعمل ايه ولا ايه. والله عمالين يضربوا اخماس في اسداس. ما احنا شفنا كل حاجه من شاشه المراقبه بتاعت الشركه يا احمد. انا بيتهيألي نص الناس اللي بره دي هتسجل اساميها في القايمه البيضاء. المهم ان الجرايد اللي شتمتنا وفضحتنا هي تكتب عننا ان الضربه ما موتناش، قوتنا. ايوه يا حاج، بس اللي ضربنا الضربه دي هيضرب تاني وتالت ورابع، مش هيسيبنا في حالنا. ما احنا في دار الشقه يا ابني، يعني مكتوب علينا نفضل نعافر كده لحد ما نموت، بس ما يدفناش بالحياه يا حاج. ليس ربك بظلام للعبيد يا حاج فتحي، ولو لينا نصيب في حاجه يا ابني هناخدها، يعني هناخدها. المهم بس نعرف مين اللي بينخرب ورانا وعايز يعمل العمايل السوداء دي فينا وليه. كده يبقى لازم زياره نجيب بيه المحافظ. لا نجيب كارت محروق خلاص. احنا نروح لعوني بيه خليل على طول. عوني خليل رئيس مجلس الشعب؟ ايوه، هو اللي عنده الخبر الاكيد. احنا كمان لازم نطلب مقابله احمد بيه الجندي رئيس مجلس الوزراء. تعرف يا ريان، انت لو ما كنتش جيت كنت انا بنفسي طلبتك عشان تيجي تقعد معايا. ده شرف كبير يا فندم، بس برضه دي حاجه تخض في الحقيقه. لما سعاده رئيس مجلس الشعب يطلبنا عشان يقعد معانا، يا ترى ليه؟ انا عايز اعمل معاك اتفاق. شرف كبير لينا يا فندم، بس بعد اذن حضرتك كان نفسي اعرف مين اللي بيعمل معانا كده. لا مش مهم تعرف مين اللي عمل كده، الأهم تعرف عمل كده ليه. ليه؟ أنا طبعا مش محتاج أقول لك إن الكلام ده أنا ما قلتوش يا فندم، وأنا ما سمعتوش. الموضوع ببساطة إن الحكومة كانت عايزة تاخد قرض
من صندوق النقد الدولي، واحنا متعودين دايما ان احنا ناخد منهم قروض وبنسدد حسبما اتفق، لكن المرة دي بالذات الصندوق رفض، وده طبعا عمل مشكلة كبيرة. طيب واحنا داخلين ايه في الحكايه دي يا فندم؟ الصندوق بيقول ان انتوا بتدوا الناس ارباح 20 و25 وساعات 30%، وده طبعا هيخلي كل الناس تحط كل مدخراتها عندكم ومش هيتعاملوا مع بنوك الحكومة، وده طبعا هيخلي كمان الحكومة ما تقدرش تسدد القرض، وده طبعا خلى الحكومة تيجي علينا وعايزة تخلص مننا عشان ترضي صندوق النقد. لا الحكومة ما غلطتش، انتوا خسرتوا فعلا 100 مليون دولار، وكل اللي عملته الحكومة انها كشفت للناس الحقيقة. يا فندم بدل ما تعوز تخلص مننا طب ما تعمل زينا. الحكومة ما تقدرش تتاجر في العملة ولا تقدر تخاطر وتضارب في البورصة، وكمان ما تقدرش تدي الناس الأرباح اللي الناس بياخدوها منكم، عشان كده الحكومة ما تقدرش تعمل زيكم. يا سعادة الباشا احنا خلاص ما بنتاجرش في العملة، انتوا قفلتوها لنا بالضبة والمفتاح الحمد لله، وسعر الصرف ياما قلنا لكم حرروه علشان الناس تجي لكم انتوا بالعملة ما تروحش للتجار، بس نعمل ايه مفيش فايدة. يا ريان بلاش تقول لي انكم بطلتوا تتاجروا في العملة، اقول لك بلاش نتكلم في اللي فات وتعالى نتكلم في اللي جاي. يا ريت يا سعادة الباشا، بس الحكومة لو حطتنا في دماغها خلاص مفيش جاي. لا هيبقى في جاي، عشان كده أنا طلبتك وعايز أتكلم معاك. وأنا تحت أمرك يا معالي الباشا. شوف، هي الحكومة كانت عايزة قرض 2 مليار دولار والصندوق رفض بسببكم، عشان كده احنا قلنا نشتريهم منكم. معاليك واحنا ما عندناش أي مانع، بس نستأذنك في شهرين مفيش غيرهم بس ونبقى جاهزين بالمبلغ. ماشي، بس بقى احنا هنشتري بسعر البنك مش بالسعر اللي انتوا بتبيعوا بيه. الله، ودي تيجي برضه سعادتك اسمح لي يعني، هو حضرتك لما بتحب تغير عملة بتروح تغيرها من البنك؟ لا. طب تيجي ازاي بقى سعادتك انت عايزني ابيع بسعر البنك؟ ما ينفعش يا فندم، والله ده احنا نقفلها احسن، ده احنا بقى سعادتك نعيش بال2 مليار دول ملوك. خلاص يا ريان، يبقى تقفلها احسن. لا يا سعادة الباشا، لا اله الا الله. طب والناس يا بيه اللي عايشه في النغنغه دي هنعمل معاها ايه؟ ده في شغل وفي رواج، لا اله الا الله يا سعادة الباشا. لا لا لا، الرواج والنغنغه اللي انت بتتكلم عنهم دول موجودين عندكم انتم وبس، انما الحكومه مديونه. شوف يا ريان، انا عايزك تفكر كويس في الكلام اللي انا قلته لك ده، وانتوا كده تبقوا بتشتروا نفسكم وبتشتروا مستقبل الشركات بتاعتكم. فكر كويس يا ريان ورد عليا على مهلك. طب يا سعادة الباشا انا عندي عرض وعايز برضو حضرتك تفكر فيه شويه، وساعتها هتستفيدوا وتفيدوا، ويا دار ما دخلك شر. لا يا دكتور، اهي دي بقى انا مش فاهمها. انا هفهمك يابا. انا قلت له هنديهم 2 مليار دولار يقعدوا عندهم 5 سنين، وناخد منهم 2 مليار جنيه يقعدوا عندنا 5 سنين، وبعد ال5 سنين ما يعدوا ناخد احنا دولاراتنا ياخدوا جنيهاتهم من غير لا فايده لا ليهم ولا لينا. يسلم. طب واحنا يبقى استفدنا ايه ان شاء الله؟ استفدنا كتير قوي يابا. نمرة 1 كسرنا سم الحكومة وبعدناها عننا خالص بقى وتشيلنا من دماغها. نمرة 2 سعر الجنيه هينزل، سعر الدولار هيرتفع. احنا كده بقى كسبنا مرتين، لما الجنيه نزل ولما الدولار ارتفع، زائد مكسبنا الاصل كمان، واتقينا شر الحكومة. ده غير ان الحكومة لو راعت ضميرها واشتغلت بضمير شوية هتكسب، كده يبقى كلنا كسبنا. يعني يابا ال2 مليار اللي احنا هناخدهم منه، قول هنشتري بمليار دولارات، والمليار التاني هنشتري أرض كبيرة أوي نبني عليها عمارات ومدينة كبيرة
اكبر من شبرا. والارض كل مدى سعرها بيزيد وقيمتها بتكبر، وده معناه ان الجنيه بتاعنا هيزيد مش هيقل، وتمن ربع الارض بعد 5 سنين هيبقى قد تمنها كله من 5 سنين. بالظبط يا حاج بالظبط. يا ولاد الكنية ما تقولش كده يابا، ده احنا ولادك. وتفتكروا الحكومة هتوافق؟ لا اله الا الله، ما توافقش ليه؟ ده احنا هنديها فلوس كتير قوي وهي هتطبع لنا شويه ورق. سامع يا حاج، هيدونا شويه ورق وياخدوا مننا فلوس. ما يوافقوش ليه؟ ده يبقوا عبط. عشان انتوا كل مادة بتكبروا اكتر واكتر، وهي مش عايزاكوا اصلا. يبقى ازاي بقى الحكومة هتوافق انها تكبركوا؟ يابا ابوس ايدك ما تفول في وشنا. انا مش بفول يا ابني، انا بس بفكر بدماغهم هم مش دماغنا احنا. على كل احنا عندنا كمان يومين ميعاد مع عوني بيه خليل رئيس مجلس الشعب، هنعرف الرد. ربنا يسهل. بالهنا والشفا يا حاج. الله يهنيك يا سميحة، من يد من اعدامها يا بنتي. عجبك الشاي؟ ما دام سألت السؤال ده بعد العمر الطويل اللي بينا، عجبك الشاي، يبقى انت عايزه تقولي حاجه تانية يا سميحة. قولي من غير ما تلف ولا تدوري. بصراحه اللف والدوران مش لايقين عليك يا بنتي. بصراحه انا عايزه اكلمك في موضوع منيره وابنك صلاح. لا حول ولا قوه الا بالله. عايزه تقولي ايه يا سميحة؟ ما تزعلش مني يا حاج، دلوقتي انت خدت صلاح من امه منيره ووديته عند نعمه مع ابن اخوه، يعني لا منك قعدته معاك ولا منك قعدته مع امه، وحرام تحرم الواد من امه وابوه، هم لسه على وش الدنيا. ده انت والله العظيم لو بصيت في عينيه تزعل عليه وتزعل على اللي عملته معاه. انا ما عملتش معاه حاجه يا بنتي، كله من امه وعمايلها وجرايرها السودة. وهي عملت ايه بس؟ دي غلبانه والله. اذا كانت بدريه قص المصايب رجعت لجوزها وقاعده متهنيه معاه، يبقى منيره يا عيني عليها قاعده ولا ابن ولا جوز، يرضي ربنا ده. منيره يا عيني عليها. انت عايزه ايه بالظبط يا سميحة؟ ترجع لها ابنها، الهي ما يحرمك من ولادك، وانا اضمنها لك برقبتي واجيبها لك لحد عندك تبوس على دماغك وتحلف على المصحف تمشي على العجين ما تلخبطوش. خلاص، لا تجيبها لي ولا اجيبها لك، انا هرجع لها الواد عشان خاطر عينيك انت بس وعلى ضمانتك. ماشي. عارفه ليه بقول لك على ضمانتك؟ عشان لو عملت اي دقه نقص تانية مش هتشوف الواد ده طول العمر، لو انا عايش ولا حتى بعد ما اموت. ربنا يديك طولة العمر ويسعدك ويكرمك يا رب. انت تأمرينا يا سميحة يا غالية يا بنت الغالي. تعيش يا حاج. طب انا ممكن اسالك اذا كان الشاي عجبك ولا لا؟ الله 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 الله، وبعدها لك يا بنت مش عايشة هتسوقي فيها ولا ايه؟ تبقي كده عايزة تقولي حاجة تاني. بصراحة قولي يا سميحة. احمد ماله؟ حاسة كده انه رجع زي الاول ومش عاجبني، مش على بعضه كده، وخايفة يكون عملها تاني واتجوز. طب تفتكري لو كان عملها تاني واتجوز من غير ما يقولك هيجي يقول لي انا؟ جايز. طب تفتكري لو جه قال لي انا وامني على سره انا هقولك؟ خلاص بقى، خلاص بقى يا ستي بقى، ربنا يكرمك. انا مش فاهم ايه اللي مزعلك يا هاله. ده انا والله كنت في مصيبه، كنت هرشق في الحيطه. ده انا ما رحت شفت الواد اللي نفسي اشوفه وما اعرفش عنه حاجه. تقوم تزعل مني يا ابويا؟ ده بدل ما تواسيني وتطبطب عليا وتضحك في وشي يا واد. ما هو ده اللي مزعلني يا احمد، كان المفروض اني ابقى جنبك في الاوقات دي. انا حاسه زي ما اكون زوجة ترانزيت، محطه بتعدي عليها وانت رايح او انت جاي. مش حاسه ان مراتك زي ام بناتك بتعاملها نفس المعامله، زي ما يكون زوجة مؤقته. اخس عليك يا هاله، ليه بتقولي كده؟ مؤقتة ايه بس؟ اعوذ بالله، لا. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، يعني بمناسبه موضوع محطه، لو افترضنا انك محطه هتبقي احلى محطه في حياتي كلها. كل الحكايه اني مش عايز ادخلك في الشغل وقرف الشغل، حاجات مالكيش فيها يعني. مش عايز تدخلني ولا مش مأمن لي؟ خايف تقولي اسرارك؟ لان النهارده مراتك في السر ومين عارف بكره هبقى مراتك ولا لا. ايه دماغك بتروح فين؟ طبعا مراتي النهارده وبكره وبعده ولاخر العمر كمان. بقول لك ايه، انا عايز انسى كل حاجه الا انك هنا وموجوده. انت
وحشتيني قوي، ومش عايزك توحشيني اكتر من كده. وانا بقى عايزه اوحشك اكتر من كده. ايوه بس انا ما اقدرش اعمل. ده معنى ايه يا سعاده الباشا؟ ده ملوش الا معنى واحد، ان الحكومه رفضت وبتقول انكم بتستغلوا الموقف وبتلووا دراعهم. يعني يا اما ياخدوا ال 2 مليون دولار بسعر البنك، يا اما نبقى بنلوي دراعهم. لا اله الا الله، مين دلوقتي اللي بيلوي دراع مين يا سعاده الباشا؟ احنا بنتفاوض مع الحكومه، ما بنفرضش عليها حاجه. ده مش وقت التفاوض يا ريان، وبصراحه كده الحكومه ما عندهاش اي استعداد للتفاوض. يعني ايه يا سعاده الباشا؟ ننفذ اللي بتقوله كده حتى لو كان غلط، حتى لو هيضرنا؟ الضرر انك تعادي الحكومه، مش انك تنفذ اوامرها. وعلى العموم انتوا ادرى بمصلحتكم. بس بقى في طلب تاني لازم تنفذوه ومن غير اي تفكير. اعتبره اتنفذ سعادتك بمشيئه ربنا. الحكومه عايزاكم تضمنوها. برقبتي اضمن، بس في الحكومه عايزه تستورد شحن الذره من امريكا، وطلبوا من المورد انهم ياجلوا الاعتمادات الماليه لحد الشحنه ما تبقى في البحر. ده لانهم عندهم نقص في العمله الصعبه، لكن للاسف المورد رفض وقال لهم خلي الريان يضمنكم وانا ابعت لكم الشحنه. نضمنهم يا فندم، نضمنهم برقبتنا. اللي عند الحكومه ما بيروحش، بس هم يسيبونا في حالنا. ولا عمرهم هيسيبوكوا في حالكم. كبيرة قوي قوي على الحكومة إن حد يروح لهم ويقول لهم خلوا الريان يضمنكوا. طب واحنا ذنبنا ايه يا حاج؟ ذنبكوا إن انتوا كبرتوا زيادة عن اللزوم. الناس كلها دلوقتي بتاكل من عندكم وبتتسيغ من عندكم وبتودي عيالها في الحضانات اللي انتوا عملتوها وبيسكنوا في العماير اللي بنتوها. وعن قريب ان شاء الله هيركبوا اتوبيساتكم ومواصلاتكم. سبتوا ايه بقى للحكومه عشان تتحكم فيه؟ كده بقى ما فضلناهاش غير انها تتحكم فينا. ولا ايه يا حاج فتحي؟ حاج فتحي، حاج فتحي. ايوه ده ايه؟ وايوه على ايه؟ اقرا يا فتحي، انت مش معانا ولا ايه يا ابني؟ لا معاكم. معانا فين بس؟ وهو انت كده بتغرز اكتر واكتر في المدعوق اللي انت بتقعد تبلبعه ده. انا تعبان قوي. انا هقوم هروح، بس مش قادر اصلب طولي. هتصلب طولك ازاي يا فتحي؟ مش وقت يابا، بقول لك تعبان. انا هروح هبقى كويس. فتحي حاسب يا ابني. حاسب. لا حول ولا قوة الا بالله. انا كويس. انا كويس خلاص. ماشي. يلا خليك معاه يا احمد، ما تسيبوش. هو كويس، هو كويس. ايه اللي احنا فيه ده؟ متك يا رب. وبعدين يا احمد، احنا هنسيب اخوك كده برضه؟ والله يابا انا ما عارف اعمل ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ايه مش عارف تعمل ايه؟ نعالجه، نسفره بره تاني. اقول لك نجيب له دكاتره من بره، نوديه اي مصحه هنا من غير ما حد يعرف ولا من شاف ولا من دري. يابا هو لازم يكون عايز يتعالج. عايز ولا مش عايز، احنا نعالجه غصب عن عينه وعن عين ابوه كمان. شوف يا حاج، احنا قدامنا 4 أسابيع على الاقل وشحنه الذره الصفراء توصل. كويس قوي. ادي مواعيد التجار بعد شهر ونص يا حاج. ماشي يا حاج محمد. وبالنسبه للاتوبيسات، اول شحنه جايه ان شاء الله الاسبوع الجاي. وشوف يا حاج، احنا دفعنا ثمنها بالكامل وحسب الاتفاق. حلو قوي، على البركه ان شاء الله. يبقى يطلعوا على جراشات المحافظه عدل لحد ما ناخد التصاريح النهائيه بتاعتهم. دول 200 اتوبيس، بدل ما ناخدهم ونرجعهم تاني، مش اتوبيس ولا 2. ماشي يا حبشي، بس بشرط تستلمهم اتوبيس وبنفسك، وتسلمهم برضه بنفسك اتوبيس يا حبش. يبقى كده يا حاج بقى انا هاخد معايا مندوب من المحافظه عشان انا استلم واسلمه على طول في نفس اللحظه. عفارم عليك يا ابو الحبايش يا جامد. ربنا يخليك يا حاج محمد. من فضلك انا طمعان في اتوبيس استعمال شخصي ليا، انت عارف اوراقي كترت اليومين دول. ماشي يا حبشي، خد اتوبيس. اصحى يا دكتور، اصحى شوف المصيبه اللي انت عملتها. انا قلبي كان حاسس. ايه يا ستي خير؟ اتفضل شوف بنفسك.
قوة الا بالله. ايه لا دي كدابة والمؤخر مليون جنيه والفيلا بتاعت مصر الجديدة كدب برضه. يا ستي كده، لا اله الا الله، بقول لك كله كده. وفوازير رمضان اللي كنت بتطلع فيها معايا كل يوم ده كمان كدب. يا حبيبة قلبي، دي صحافة، دول شوية صحفيين بياخدوا حتة كده من الحقيقة ويعملوا حواليها حاجات كتير قوي مش حقيقة. مش مصدقك يا احمد، مش مصدقك. طيب خلاص انا هثبت لك دلوقتي ان كلامي هو الحقيقة. رايح هتصدق شوية جرايد؟ انا يا ستي انزل لك تكذيب للخبر بنفس الجريدة دي بنفس البونت في نفس المكان. انا ما عملتش حاجه غلط ولا عيب ولا حرام. انا مراتك ولا مش مراتك؟ مراتي طبعا. خلاص، يبقى ايه اللي مزعلك قوي كده؟ اللي مزعلني ان احنا ما اتفقناش على كده يا هالة. انت كده بتضريني في سمعتي وفي شغلي وفي كل حاجة. سمعتك ايه دي اللي هبوظها لك؟ ده لو على كده تبقى سمعتك بايظه من زمان. ده انت متجوز قبلي يجي 4 ولا 5 جوازات يا احمد. ده غير اللي انا ما اعرفوش. زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية خالص. الناس كلها دلوقتي ضدي، يقولوا ايه لما يعرفوا ان انا كاتب لك مؤخر مليون جنيه وفيلا في مصر الجديدة وشبكة في الشيء الفلاني. هيقولوا ان احنا بنصرف فلوس المذيعين على حياتنا الخاصة. ده اللي اتكتب فعلا. انت كده بتضربيني في مقتل. وانت ما بتضربنيش في مقتل لما الناس كلها تمشي تلسن عليا وتقول هالة درويش مرافق احمد الريان. اعوذ بالله من كلامك يا هالة. انا بحافظ على اسمي وعلى سمعتي وبخرس اي لسان يستجري يقول كلمه واحده عليا. طيب ايه بقى علاقه ده كله بالمؤخر الشبكه والتفاصيل دي كلها؟ انا ما قلتش حاجه غير على الفيلا وبس. ولا انت عاوزهم بقى يجوا يزوروني ويقولوا ما هي دي الفيلا اللي جايبها لها عشان يقابلها فيها في السر؟ طب المؤخر؟ ما اعرفش حاجه عنك. شوف بقى انت مين اللي بيدور ورا. لا بقول لك ايه، ما تجننينيش يا هاله. الموضوع ده ما حدش يعرفه غير انا وانتي وحبشي مستحيل ينطق بكلمه. انا وانت وحبشي والمأذون. ولا انت نسيت يا احمد ان احنا جوزنا بمأذون؟ يا نهار اسود. لا لو عرفوا المعلومات دي من مأذون وعرفوا يوصلوا له كده يقدروا ممكن يوصلوا لأي حاجة بسهولة. كده بقى مخترق يا هاله.